تصور تمشي لدفينة عبد تعرف وتبكي عليه وتدفنه بيديك، بعد جمعتين تلقاه قاعد قدام داره يضحك كأنه عمره ما مات. الحكاية هذه مش خرافة، الحكاية هذه صارت في تونس والملف متاعها مازال مفتوح. في عام 82 في قرية صغيرة بحث القيروان، راجل اسمه الطاهر بن عمار كان معروف بحياته العادية، فلاح عنده مرته وولاده. نهار من النهارات خرج باش يشري طريف حاجات للفطور ومرجعش. اللي شافوه قالوا انه تعدى قدام كميون والشيفور متاع الكميون ملحقش ينزل على الفرن. طاهر تهرس تحت العجل ومات في بلاصتو. بعد نهارين العائلة دفنته في جبانة، ولكن هنا بدت الحكاية الغريبة. نهار الجمعة الجو مغيم مطر تنكد، ولده الكبير كان راجع للدار مخر. كقرب للباب شاف حاجة بيزار خليته يقف في بلاصتو. راجل واقف قدام الدار، نفس القامة نفس اللبسة نفس الوجه. الطاهر بن عمار بيدو اللي دفنوه بيديه كان واقف قدام الدار صح الطاهر. الطفل عيط وهرب للدار، العائلة خرجت تجري تلقى الطاهر واقف ساكت كأنه يستناه. لكن المخلوق هذا كان مختلف، وجهه شاحب عينيه غامقة وصوته غريب كأنه يتكلم بالسيف. يوم غدوة العائلة قررت تمشي للجبانة، يلقوا القبر متاع الطاهر محلول والتابوت ما فماش. سكان القرية قالوا للطاهر رجعوا باش ياخو معاه شكون. بعد جمعتين مرته ماتت من غير حتى سبب. الحكاية بقات لغز ولا واحد فهم شنو اللي صار، يعني كي هو مات شكون اللي رجعوا.